هنعمل النهاردة خلية النحل بقطع الشوكولاتة، طعمها رهيب. هنعملها النهاردة بعجينة ممتازة وعجينة طرية جدا عاملة زي القطن بالظبط. مكونات العجينة بسيطة جدا واقتصادية، وهقول لكم على السر اللي يخلي العجينة تطلع معاكم هشة وتحافظ على طراوتها للآخر، وشكلها حلو قد ايه وجميلة. ولو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي فاطمة ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. اول حاجه معايا نص كيلو من الدقيق، ما يعادل 4 كوبايات من مج الشاي العادي، ونص كوبايه من السكر، ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ورشه من الملح، وباكت من الفانيليا. هقلب المكونات الجافه كويس قوي كده مع بعض. بعد كده معايا كوبايه من الحليب الدافي، انا هضيفها كلها بالشكل دوت كده، وهبدا ان انا الم العجينه بايدي لغايه الدقيق كده ما يبدا يختفي معايا. هبدأ اعجن والم العجينة بايدي. معايا ربع كوباية من الحليب تانية برضو، هبدأ ان انا اضيف تدريجيا كده، وهبدأ ان انا الم العجينة بايدي كويس. هبدأ اضيف العجين تدريجيا زي ما انتوا شايفين كده لغاية العجينة ما تديني الملمس اللي انا عاوزاه. العجينة البريوش بتاعتنا ديت بتبقى طرية شوية، ما بتبقاش ناشفة، عشان تدينا طراوة وتبقى البريوش معانا خفيف وهش وزي القطن. هبدأ الم العجينة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده لقيتها معايا طرية كده وحلوة. هبدأ ان انا اضيف الزيت. معايا 5 معالق من الزيت، وممكن برضو تستبدليهم بالزبدة او تعملي ميكس ما بين الزيت والزبدة، هتبقى حلوة قوي وهتدي طعم جميل للبريوش بتاعنا او خلية النحل اللي احنا بنعمله. هعجنها كويس بقى واشرب العجينة بتاعتي الزيت كويس قوي لغاية العجينة ما تبقى طرية وملمسها ناعم زي ما انتوا شايفين كده. وزي ما قلتلك العجينة بتاعتي بتبقى طرية شوية، بتلزق بسيط كده، ما بتبقاش قاسية او ناشفة جامد. تمام كده، انا لميتها بايدي بالشكل دوت كده. بعد كده هجيب بولة نظيفة او طبق نظيف، هدهن فيه دهنة بسيطة من الزيت، وهبدأ ان انا احط فيه العجينة بتاعتي، واغطيها بستريتش راب كده وفوطة، وهسيبها ترتاح وتختمر لمدة نص ساعة. وهنا العجينة كان عدى عليها نص ساعة ما شاء الله، اختمرت وحجمها تضاعف. هبدأ ان انا اشيلها قدامي كده بالشكل دوت، وهبدأ ان انا افردها كده فردة خفيفة، وهبدأ ان انا احط جواها كوباية الا ربع من شوكولاتة شيبس او كوباية كاملة، او اي نوع شوكولاتة متوفر عندك، شوكولاتة دارك او شوكولاتة بالحليب، او لو عايزة تحطي مكسرات، او ممكن كمان تحطي زبيب، ولو عندك كمان فواكه مجففة ممكن تحطيها، اي حاجة هتنفع معاكي. هبدأ ان انا اعجن العجينة بتاعتي بالشكل دوت كده. بعد كده هشكلها على شكل اسطوانة، وهقطعها كده بالتساوي ل7 قطع. اهم حاجة يكون القطع اللي احنا هنقطعها دي قطع متساوية زي ما انتي شايفة كده. هبدأ ان انا اكورها، هبدأ اكورها كلها بالشكل دوت كده، ونحاول ان احنا نظبط الكور تبقى كلها قد بعضها. بعد كده في صينية مقاس 20 هبدأ ان انا ادهنها دهنة كده خفيفة من الزيت، وهبدأ ان انا ارصهم كده على شكل وردة جنب بعض. بعد كده هبدأ ان انا احط كده شوية من الشوكولات شيبس برضو على الوش كده من فوق، او برضو ممكن نقطع قطع شوكولاتة ونحطها بالشكل دوت. ده زي ما انت عايزة، ده حاجة اختيارية. حطيت كده الشكل دوت زي ما انتوا شايفين. هغطيها بقى وهسيبها علشان خاطر تخمر الخمرة التانية في مكان دافي. هسيبها تخمر لمدة ساعة، ودي اهم حاجة في الخطوة التانية، ان انت تسيبيها تخمر لمدة ساعة. تمام كده، عشان العجينة تطلع معايا هشة وما تستعجليش عليها، عشان ما تطلعش معاكي مكتومة. تمام كده، بعد ما خمرت معايا هبدأ ان انا ادهن الوش كده بدهنة بسيطة من الحليب، او لو حابة ان انتي تدهني برضو صفار البيض مفيش اي مشكلة، بس الحليب بيديها لون حلو قوي وما بتبقاش زفرة. هبدأ ان انا ادهنها كلها بالشكل دوت كده. بعد كده هدخلها فرن سخن على درجة حرارة عالية. الفرن مسخن، بيبقى مسخن قبلها. هسيبها في الفرن لمدة ربع ساعة. اول ما بتاخد لون من تحت او من الجناب كده هبدأ ان انا اشغل الشواية لغاية ما تاخد اللون دوت. واول ما بتطلع من الفرن وهي دافية وهي سخنة كده هبدأ ان انا احط معلقة من الزبدة على معلقة من العسل النحل، وهبدأ ان انا ادهن بيها وش كده المخبوزات بتاعتي. بتديها طعم وريحة في منتهى الجمال بجد. الزبدة بتودي المخبوزات دي في حتة تانية خالص. انا برضو كده حبيت ان انا احط معلقة من العسل النحل، هتديها طعم حلو قوي.
ودهنتها دهنة حلوة كده بالشكل دوت، وهغطيها برضو كده وهسيبها 5 دقايق ولا حاجة لغاية ما تبرد وتطرى معايا اكتر. شايفين بقى الطراوة والجمال دوت، بجد حلوة قوي وطرية وجميلة زي السحاب كده، هشة وقطنية جدا. ألذ معجنات هتعملوها بالطريقة دي. ممكن كمان تاخدوا الطريقة دي تعملوا بيها جميع المعجنات بتاعتكم. حلوة قوي. شايفين الميكس كده من جوه ما بين اللون الشوكولاتة واللون الابيض بتاع المعجنات بتاعتنا. حلوة قوي وهتنفع كمان للاطفال اليومين دول في الامتحانات. بجد طعمها تحفة، طعمها في منتهى الجمال وما بتاخدش معانا اي وقت، وهتعجب الاولاد. حلوة برضو جنب كوباية شاي بلبن كده، بجد جميلة للفطار وللعشاء. جربيها وقوليلي رأيك في الكومنتات. ولو وصلتي معايا لغاية هنا ما تنسيش تحطي لايك للفيديو وتعملي اشتراك للقناة. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.